السلام عليكم، إن شاء الله كامل تكونوا بخير. مرحبا بكم في قناة لمسات دانيا. وصفتنا لنهار اليوم راح تكون طمينة جزائرية على أصولها، واخترت لكم هذا الوصفة بمناسبة المولد النبوي الشريف. نتمنى إن شاء الله تجربوها وتخلوا لي رأيكم في التعليقات. وصفة ناجحة 100%. لهذا الوصفة راح نحتاج سميد يكون ذو نوعية جيدة، سميد متوسط اللي كنت ديجا حمصته. لهنا عندي 2 كيسان وكل واحدة دير الكيل اللي يساعدها. هنا كنت حمصته وخليته برد. واختاروا سميد ذو نوعية جيدة، ما يكونش خشين بزاف وما يكونش رقيق، يكون متوسط خاص بالطمينة. لهنا عندي 2 كيسان محمصين بهذا الشكل. عندي 2 كيسان سميد، عندي كاس ناقص إصبعين عسل ولا عسيلة، وعندي كاس زبدة ذايبة تكون باردة شوية، عندي شوية قرفة نحتاجوها للتزيين ونحتاجوها في الخليط، الخليط تاع الطمينة. عندي لهنا مغرف ملعقة جلجلان محمص، عندي ملعقتين كاوكاو محمص ومطحون. وكل واحدة تختار المكسرات اللي يكونوا متوفرين وموجودين عندها، يعني تقدروا تعوضوا الكاوكاو بمكسرات أخرى. للتزيين عندي حلوى الترك ولوز، من الأحسن تكونوا حمصتوه. فوالا، ننتقلوا الوصفة الآن. نجيبوا كسرونة نحطوا فيها كاس ولا عبر ناقص إصبعين عسيلة، ونزيدوا معاه كاس زبدة ذائبة بهذا الشكل. ونجيبوا لو بغا ميكسور ونميكسيوهم حتى يتجانس هذاك الخليط، يعني حوالي دقيقة أو دقيقتين هكذا، باش هذيك الزبدة كنا نحطوها في الطمينة ما تطلعناش في الطبسي وتخسر لنا المنظر تاع الطمينة تاعنا. السميد هذاك يدخل مليح في المزيج. نفرغوا الخليط تاع العسيلة والزبدة الذائبة اللي كنا خلطناها مليح بالضراب الكهربائي بلو بغا ميكسور، باش يمتزج الخليط مليح مليح وما تطلعش هذيك الزبدة من الفوق. نحطوها في طبسي ولا في الصحن اللي نخلطوا فيه، ونجيبوا السميد تاعنا ونبداو نضيفوه بالشوي، وعينك ميزانك، ما ديريهاش ثقيلة بزاف. انا العبر هذا داري 2 كيسان سميد محمص وبارد، سميد متوسط خاص بالطمينة. هذا الكاس الثاني راح نفرغ منه شوي ونشوف اذا نزيد نحتاج ولا يكفيني. ونضيفوا ايضا، نسيت في اللقطة هذه اني ضفت المغرف تاع ملعقة كبيرة جلجلان محمص وملعقتين كاوكاو مطحون محمص ومطحون كذلك. تقدروا تعوضوا الكاوكاو بأي مكسرات كانوا عندكم. ونضيف ملعقة صغيرة قرفة. لهنا اخترت الجلجلان على خاطر ناقص حلاوة، في بلاصة حلوى الترك عوضت حلوى الترك بالجلجلان في الخليط. نخلطه تدريجيا حتى يبدأ هذاك السميد يشرب في هذاك اليدام وفي العسيلة اللي حطيناه فيها. لهنا انا لقيته بزاف جاري، زدت عليه السميد اللي بقالي في الكاس وبقيت خلطهم مليح مليح. لهنا حوالي دقيقتين 3 دقائق وانتوما تخلطوا في الطمينة تاعكم بهذا الشكل. انتوما تخلطوه، هي راهي تشرب في هذيك العسيلة وهذيك الزبدة اللي راهي فيها. فوالا، نغطوا الخليط تاعنا كما راكم تشوفوا راه بهذا الشكل. نغطوه ونخلوه يرتاح حوالي 5 دقائق، 5 حتى 10 دقائق. نخلو هذوك الحبيبات تاع السميد يطراو ويشربوا مليح مليح هذيك الزبدة والعسل اللي درناه. نخلو الخليط تاعنا يرتاح ونرجع لكم فيما بعد ان شاء الله.
بعد ما مروا 5 دقائق على الخليط تاعي راني رجعت لقيته شرب كامل هذوك الزبدة والعسل بهذا الشكل. تجيكم طمينة ولا أروع. تبعوا الخطوات كما مديت لكم وما راحش تندموا. أنا اخترت هذا الصحن اللي راح نفرغ فيه الطمينة تاعي ونزينها معاكم. هاي لكم طمينة بعد ما حطيتها في الصحن في الطبسي. وراح ندير تزيين بسيط جدا بالقرفة كما زمان كانوا يحطوا القرفة في الطمينة. وهنا عندي لوز، من الأحسن قلت لكم حمصوه. على كل حال التزيين يقعد اختياري، كل وحدة والذوق تاعها، كل وحدة كيفاه تحبها، وكل وحدة الإمكانيات تاعها. هذا هو الشكل النهائي للطمينة تاعنا لنهار اليوم. نتمنى إن شاء الله تجربوها بمناسبة المولد النبوي الشريف وتنجح لكم. وصفة رائعة وتقليدية، وكل بيت جزائري في المولد النبوي الشريف يديروا وصفة الطمينة، يعني لا يعلى عليها. نتمنى إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة. ومن هذا المنبر نقولكم دمتم في رعاية الله وحفظه، ومع السلامة.